والله يا خاوتي الجزائر أصبحت في خطر. الحقيقة هي أن الأمم المتحدة أعطت السيادة الكاملة للمغرب، يعني مجموعة الكيان بوليزاريو هذا اللي كاين في منطقة تندوف. منطقة تندوف انتم كم تعرفوها باللي منطقة كبيرة جدا خاوتي. منطقة تندوف تفوت 30,000 كيلومتر مربع، يعني وطن كوطن بلجيكا. إذن اللي قادم هو أننا صبحنا في جزائر عندها دولة في وسطها. المغاربة وش راح يقول لك؟ يقول لك احنا بلادنا حررناها بالقانون عبر الأمم المتحدة. إذن هذه الدولة اللي اخترعها النظام أين سنذهب بها؟ كل عاقل جزائري، كل واحد عاقل يطرح هذا السؤال. احنا هذا الكيان أين سنذهب به؟ هل سيندمجون في المجتمع الجزائري؟ نحكي على من يمثلهم واللي خلقهم، هم الجنرالات. وراهم دراهم الشعب. خلونا من ديك القوالب تاع مؤامرة والعدو يتربص بينا وفرنسا ونقطع دابر لا مش عارف شكون ونقطع. نتوما قطعتوا دابر الشعب، نتوما فقرتوا الشعب وجهلتوا الشعب وجوعتوا الشعب وهجرتوا الشعب وقتلتوا الشعب، وصلتوا حتى تغتصبوا الشعب. يا ودراهم الشعب وراهم. انا كمواطن جزائري نطلب من فرنسا تفتح تحقيقات وتورينا ولاد المسائل كي راهم عايشين بدراهمنا. انا كمواطن جزائري عندي الحق نطالب فرنسا توريني كاع ممتلكات النظام، ممتلكات اولاد النظام، الشركات تاعهم، السكاني تاعهم، اللي كونت تاعهم، الدراهم اللي سرقتوهم، الاموال المنهوبه. هذه هي الاموال المنهوبه. دراهم الشعب وراه. قولونا دراهم الشعب، خلونا من مؤامره. انتوما تامرتوا على الشعب، النظام الجزائري. 50 سنة وانتم تسرقوا في الجزائر يا الجنرالات العراية باسم بوليزاريو. هاي خلصت الحكاية تاع بوليزاريو، انتهت إلى الأبد. وزيد من فوق الشعب الجزائري حصل في الخرق هذو تاع الصحراء الغربية. ما عرف قدام النسمة هذو حصلنا فيها ربهم. كيف نديروا معاهم حنا درك؟ دوك المروك ما تقبلهمش في الصحراء تاع هذول. انا ما عندي ما ندير بهم. اللي قبلت من قبل داكور، بصح هذول اللي مازالوا في تندوف ما نحتاجهمش. كيف راح نديروا مع ربهم حنايا؟ نسمحوا لهم في تندوف يقد بلجيكا ماتوا عليها الرجال. نسمحوا لهم فيها؟ كيف فهمونا يا الجنرالات العرايا. اقسم بالله ستسقطون وستحاكمون وستعدمون بإذن الله على الشيء اللي درتوه في الجزائر هذه، وزدتوا وحلتوا ربنا مع الصحراويين هذو. فضيحة عنف وشجار خطير في الجزائر بعد قرار مجلس الأمن باعترافه بالصحراء المغربية. هذه الأحداث الخطيرة التي وقعت هنا في الجزائر أدت إلى أشياء خطيرة، وأصبحت الأمور معقدة هنا في الجزائر. شحال ضيعوا ديال الوقت، شحال ضيعوا ديال المقدرات ديال الشعب الجزائري، شحال ضيعوا في الاخر. ها هو كلشي سالا وكلشي انتهى. صفي النزاع وسالت القصه وسال كلشي. وفينا هما اللي كانوا تيقولوا لنا راه تكذبوا راه هذا وهذاك، وفينا هما هذوك كلهم يعني المحللين ديالهم. أنتم من تخليتم عنا وعدتمونا بالدعم ثم أدرتم ظهوركم. لم تخذل أحدا، نحن دفعنا الدم من أجل قضيتكم. دم؟ أنتم تبيعوننا الآن للصفقات. كذب وافتراء. رجاء أهدأوا. شوف هذا الدليل على خيانتكم. السلام عليكم خوتي الأعزاز، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أين تبون؟ أين النظام الجزائري؟ واش وراكم؟ لا حدث ولا ما تعلقش تبون؟ 50 سنة وانتم تجيبوا بينا الوقت بالصحراء الغربية دوكا وراكم. انت اللي كنت تقول حكم الذاتي تاع المغرب خرافات. واش الخرافات راهم ظهروا في أرض الواقع. انت يا اللي خرفت. واش درتوا
من القارون هذوك اللي صرفتوا على البوليزاريو. واش ربحنا؟ ما ربحنا والو. صحتهم خوتنا المغاربه. قلنا لكم السياسه ما كاش عدو ابدي وصديق ابدي، كاين المصالح يطححنا. سمعت؟ كاين المصالح، وروسيا والصين تبرهنها للمره الالف انه حليف ما تقدرش تتكل عليه. سمعت؟ كي تهضر الامريكان العالم يحبس باش يكون في علمكم، وتبون يقول لك نقضيو على الهيمنه الامريكيه، تقضي على قاعك يا تبون. سمعت؟ لا تربحكم. ومن بعد يخرجوا البغوله يحتفلوا باول نوفمبر. علاش تحتفل؟ علاش يا دين باباك؟ علاش؟ لو كان ينوضوا الشهداء اليوم يبولوا عليكم يا ربكم، يقولوا لكم نردوا فرنسا وما يحكموهاش ولاد فرنسا، باسكو فرنسا ارحم من ولاد فرنسا. علاش راكم تحتفلوا وديروا السينمات والتبادايل؟ علاش؟ لا تربحكم. دولة مدنية ماشي عسكرية، يسقط حكم العسكر الحرية لجميع سجناء الرئيس. السلام عليكم.